تم ظهر اليوم تعليق الإضراب العام الذي نفذه الأهالي بمدينة قلعة لاندلس من ولاية أريانا على خلفية مطالبتهم بتفعيل تهيئة ميناء للصيد البحري بالجهة، وذلك على إثر جلسة تفاوض بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أفضت إلى إقناع البحارة بوجود اعتمادات ودراسات مخصصة لمشروع التهيئة. في النقل التالي عرض لأبرز مطالب بحارة قلعة لاندلس. شلل تام لمختلف المرافق العمومية والخاصة وغلق لجميع الطرق، مشهد عرفته معتمدية قلعة الأندلس خلال الساعات الأولى من نهار اليوم، وذلك على خلفية الإضراب العام الذي نفذه أهالي وبحارة الجهة. إضراب جاء وفق تعبيرهم إثر الإشكاليات التي تعرض إليها البحارة بعد اضطرارهم إلى اللجوء إلى وجهات أخرى للصيد بسبب افتقارهم لميناء للصيد البحري. البحارة مشاو يخدموا في قليبية، بداو يعملوا فينا بالحرس، من بعد مشاو للمندوبيه، بحاره تبدا متعديه في البنكينه يسبوا فيهم ويهينوا فيهم، لين خلطنا لدرجه بحار هانوه جاي يدافع على روحه وقتلوه. ويا راهو مات من جراء اللي مع الناس برد، من جراء اللي مهمسين. مطلب وحيد أجمع عليه البحارة والأهالي هو تفعيل أشغال ميناء المنطقة. حبوا على بورت يتقد كامل، ماهوش ميناء مرفأ كيما حكى السيد اللي قبل واللي قبله. نحبوا راهو بورت معناها أتم على الكلمة. واحنا راهو عندنا برشا مراكب صيد قاعده راهي ضايعه الهك في الابراط وفي التمرميد وفي الوعد، اخر ضربه وحسبوا لنا مطردين مش واحد. الإضراب تزامن مع جلسة تفاوض بشأن إعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بقلعة الأندلس انتظمت بمقر وزارة الفلاحة، تم على إثرها تعليق الإضراب العام باش يعينوا مكتب دراسات اللي يقوم بدراسة الآن حينية. الدراسة هذه باش توضح لنا بصفة دقيقة يعني هل سيتم استصلاح الميناء هذاك اللي لازم يدوم للأجيال القادمة، وإلا يعني باش يقع نقله من المكان هذاك. وقد أقرت وزارة الفلاحة خلال الجلسة إنجاز دراسة معمقة لميناء الصيد البحري بكلفة 135 ألف دينار، تنطلق على إثرها أشغال تهيئة ميناء مؤهل لاحتضان السفن والقوارب الكبيرة، إلى جانب تمكين قوارب الصيد الصغيرة من معاودة نشاطها بشكل طبيعي بعد استرجاع الحفارات الوقتية التي ستقوم بفتح ممر بحري لفائدتها بسبب ترمل الميناء.